قصتنا اليوم كتحبس الأنفاس. ماشي كل جريمة كتوقع بسبب الملايين، بعض الجرائم كتوقع بسبب 2500 درهم فقط. وماشي كل قاتل كيكون وحش من الأول، بعضهم كيكون راجل عادي وعنده الفلوس وعنده الهيبة، غير كاس زايد وقرار خاطئ كيحولوه القاتل بدم بارد. الزمان والمكان: مدينة دكالة، فين القصص كتخبى وسط الديور العشوائية في الهوامش. القصة ديالنا اليوم يا سادة يا كرام ماشي قصة عادية، وإنما قصة مأساة ديال الأم لقات راسها وسط الأمواج العاتية بلا مجادف، وديال المجرم كان كيسحاب ليه باللي الفلوس والجاه كيحميو من العدالة الإلهية. حكايتنا كتعلمنا باللي الروح ما كتموتش، وباللي الحقيقة واخا تدفن تحت 7 أرض لا بد يجي واحد النهار وتخرج للسطح، والسبب كيكون أتفه مما نتخيل. وجدوا راسكم وسمعوا مزيان لهاد الدراما البوليسية اللي بدات بدمعة وسالات بالدم. البداية كانت في مدينة اليوسفية، واحد السيدة اللي الاسم ديالها سعدية في الثلاثينات من عمرها، كانت عايشة حياة بسيطة مع راجلها وجوج وليدات، ولد عنده 10 سنين وبنية صغيرة عندها 5 سنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. الزوج ديالها دار واحد الزبلة وتشد في الحبس وتحكم عليه بمدة طويلة. سعدية لقات راسها بوحدها وسط مدينة كتعرفها وكتعرف راجلها والعيون كلها عليها. الفقر دخل من الباب، قررت تهز ولادها وتهرب من العار، تهرب من نظرات الشفقة وتقلب على بداية جديدة في مدينة ما كيعرفها فيها حتى شي حد. جمعت حوايجها ووليداتها ومشات لمدينة سطات في واحد الحي شعبي هامشي. كرات قرصونية على قد الحال. في الأول كانت مقاتلة، خرجت تخدم في المنازل وفي الوزينات، وبعد المرة كتخدم في الموقف، أي حاجة تجيب طرف ديال الخبز لهادوك اليتامى اللي باهم حي ولكن مشدود في الحبس. الولد كبر ولا مراهق عنده 16 عام، والبنية المعاقة كبرت ولات محتاجة مصاريف أكثر، محتاجة ليكوش، محتاجة الدواء. الضغط كبر والجهد قلال، وهنا تفتح باب الشيطان. سعدية بسبب الظروف وضعف النفس زلقات رجليها لطريق الحرام، بدات كتدخل الدار معطلة، وبعد المرات كتجي مبوقة وسكرانة. الجيران لاحظوا التغيير، والطوموبيلات اللي كيجيبوها يحطوها في نص ديال الليل حدا دارها. ولكن الجيران قالوا الله يحسن العوان، ندخلوا سوق راسنا. في واحد الليلة من ليالي الشتاء، الجو بارد والزنقة خاوية، الساعة فاتت منتصف الليل، السقيل والحومة تهرست بصوت موتور ديال الطوموبيل جاي بسرعة جنونية، وموسيقى كانت مطلوقة على حر جهدها بحال إلا باغيين يغطيو على شي صوت آخر. تسمع صوت باب الطوموبيل تحل وتسد بالجهد، ومن بعد الطوموبيل زادت تكسيرات وخلات العجاج من وراها. بثواني قليلة وبدا الدقان هيستيري في الباب ديال القرصونية فين ساكنة السعدية. الجيران فاقوا مخلوعين. واحد الجار طل من الشرجم، شاف سعدية طيحة قدام العتبة، نزلوا كيجريو. يا لطيف يا ربي السلامة، سعدية كانت غارقة، حوايجها مقطعين، وجهها مخطوف، كانت مضروبة طعنات خايبة، وحدة في عنقها وحدة تحت الأذن ديالها، وطعنات في الصدر من جهة القلب. المشهد كان مرعب. الولد الكبير 16 عام خرج مخلوع،
كيشوف امو كتموت قدام عينيه، اختو المعاقه كتبكي في الداخل. وصلت الوقايه المدنيه والشرطه في نفس الوقت، هزو سعديه للمستشفى الاقليمي. الاطباء داروا المستحيل، العمليه دامت ساعات ولكن النزيف قوي والطعنات كانت قاتله. مع الفجر اسلمت الروح لبارئها. تحولت القضيه من ضرب وجرح الى جريمه القتل العمد. البوليس الشرطه القضائيه لقاو راسهم قدام لغز معقد. مسرح الجريمه، السعديه ما تضربتش قدام الدار، الجيران قالوا نزلت من الطوموبيل وهي ديجا مضروبه، يعني مسرح الجريمه الحقيقي مجهول. السياره دار اخرى او خلاء. الهويه، السعديه ما عندهاش لاكارت، عندها غير نسخه قديمه ومنتهيه الصلاحيه. تليفون ما لقاو عندها حتى تليفون. ولدها قال ماما كانت ديما كتبدل النوامر وما حافظش النمره ديالها جديده. مولات الدار حتى هي قالت كل مره كتبدل النمره. يعني البوليس ما قدروش يتبعوا المكالمات باش يعرفوا شكون اخر واحد عيط ليها او تلاقات معاه. الشهود حتى حد ما عقل على الطوموبيل، قالوا السياره كحله وغامقه وصافي. الظلام والموسيقى والجهد غطاو على كل شيء. استنطقوا الجيران، كانت كتجي سكرانه كتركب مع الغرباء. واستنطقوا الولد، ما عرف والو، بابا في الحبس وماما كتخرج تخدم وتجي بالليل. جابوا العائله من مراكش حتى هما ما عارفين والو على حياتها الجديده. القضيه تفرانات. المجرم دار جريمه مثاليه، قتل في بلاصه مجهوله، رمى الجثه في بلاصه اخرى وما خلاش اثار، تليفون او سلاح. دازت عام، عامين و3 سنين. راجل سعديه خرج من الحبس. ملي خرج مسكين لقى راسو خارج الواقع امر من السجن. مرتو ماتت مقتوله، ولادو يتامى مشردين. حاول يعرف شكون قتلها، مشى عند البوليس سول. الجواب كان ديما مازال ما كاين والو، الملف مفتوح ولكن ما عندناش الجديد. الراجل استسلم للقدر، هز ولادو ورجع لبلادو وبقى كيتجرع المراره. في ديك الاثناء القاتل كان عايش حياته بالطول والعرض، كياكل وكيشرب وكيضحك وكيسحب ليه باللي فلت من العقاب. ما كانش عارف باللي دعوة المظلوم واعرة، وباللي ربي كيمهل وما كيهمل، وباللي السكر اللي كان سبب في بليتو غيكون هو السبب في فضيحته. من بعد 3 سنوات على الجريمة في واحد الدوار نواحي جديدة تابع للدرك الملكي، ماشي الأمن الوطني. واحد الدار معزولة وسط الفيرمات، شراوها شي ناس برانيين ولكن ما سكنوش فيها، كيجيو ليها مرة كيقصروا. في واحد الليلة الدار ترونات فيها القصارى والسيارات، الموسيقى والغوات والكلام الفاحش. سكان الدوار ناس محافظين، طلع عليهم الدم وقالوا اللهم إن هذا لا منكر، ولادنا وبناتنا كيسمعوا هذا الشيء. تجمعوا وقرروا يعيطوا للدرك الملكي، قالوا جدرمية اجي وعتقونا، راه واحد الدار ولات كباريه والفساد علني. الدورية ديال الدرك تحركت بسرعة، حاصروا الدار ودقوا ما حلهم حتى شي واحد. من بعد خداو ايد النيابة العامة واقتحموا المكان، لقاو الروينة، قراعد الشراب والدخان، ولقاو 3 ديال الرجال ومرأة وحدة مزوجة. المفاجأة كانت أن المرأة راجلها مسكين خراز حريفي بسيط كيخرج يخدم في الصباح، وهي كتستغل غيابه وكتمشي تقصر مع هذا الرباعة. الدارك جمعهم كاملين، طلعهم للسطافيت، تهمة السكر العلني، إحداث الضوضاء، الفساد والخيانة الزوجية. تهم
جنحية عادية كيصحوا فيها يوميا، ولكن وسط البريغاد مركز الدركي وقعت المفاجأة اللي غتقلب الموازين. الدرك كانوا كيستنطقوا واحد من هذوك الرجال 3 اللي سميتو بوشعيب، الاسم المستعار، وكان سكران. الدركي كيسولو شكون هذيك المرأة ومنين جبتو الشراب وشكون مول الدار. بوشعيب بدا كيبكي وكيخربق، الخوف من الحبس خلاتو يفقد السيطرة على راسو، بغى يبرأ راسو من تهمة الفساد وهو يغرق راسو وصاحبو في القتل. قال الدركي الشاف والله ما ديالي، انا غير جيت نشرب هذاك الشيء ديال فلان مول الدار، هو اللي عنده السوابق وهو اللي قتال. الدركي وقف، شنو قلتي؟ قتال؟ بوشعيب بدا كيفيق شويه ولكن فات الفوت، قال ليه لا غير كنخربق. الدركي بذكاء وخبره زير الهضره، اش من روح قتل، وإلا كذبتي غتغرق كتر. بوشعيب تحت الضغط ترتق الرمانة، الشاف هذاك صاحبي مول الدار راه هادي 3 سنين قتل واحد المرأة في جديدة ولاحها قدام دارها، وانا كنت معاه في الطوموبيل. الدركي تصدم، جبدوا الارشيف، اتصلوا بالامن الوطني، الشرطة القضائية في جديدة. الو، واش عندكم شي جريمة قتل في التاريخ الفلاني؟ المرأة بهاد المواصفات بقات مجهولة. الجواب جا بحال الرعد، ايه جريمة السعدية، الملف مازال مفتوح. سبحان الله، جريمة قتل غامضة تحلت بفضل شكاية ديال الجيران على صداع في دوار بعيد. الشرطة القضائية سلمت المتهمين من الدرك، جابوا مول الدار المتهم الرئيسي، راجل في عمره 60 سنة، ستيني، لاباس عليه، عنده فيرمات دجاج وعقارات، يعني مريش. في الأول نكر، قال لهم هذاك صاحبي غير سكران وكيكذب، ولكن ملي جابوا بوشعيب وواجهوه به، بوشعيب عاود التفاصيل بالدقيقة. عقلت الحاج نهار ركبنا، عقلت الحاج نهار ضربناها، عقلت الحاج فاش نزلناها. هاد التفاصيل كلها خلات الحاج ينهار ويعترف، والمشكلة هي تفاهة السبب الحقير اللي خلاه يقتل نفس بشرية. الحاج قال لهم كنت كنعرفها، كانت كتجي عندي للدار كتقصر. في واحد الليلة شربنا، وملي مشات قلب جيبي ما لقيتش 2500 درهم، 50,000 ريال، شك فيها أنها سرقاتو، اتصل بها نكرات، الحقد عماه، قرر ينتقم، استدرجها مرة أخرى، ركبها في الطوموبيل هو وصاحبه، داوها للمنطقة خالية، وجهها فين هي فلوسي، حلفت ليه والله ما هزيتها، ما تاقش بها، جبت جنوية وبدا كيضرب فيها بلا رحمة. الضربة الأولى، الضربة الثانية، المرأة كتموت وهو كيقول لها فلوسي. ملي سخفت هزها هو وصاحبه وداوها رموها قدام دارها في جديدة باش تموت تما، وهربوا، والموسيقى مجهدة باش ما يسمعهم حتى شي حد ولا يسمع غواتها. والمصيبة الكحلة، الحاج ستيني قال المحققين وهو ندمان. والصدمة الشاف هي ملي رجعت للخدمة من بعد الجريمة بيومين، لقيت ديك الفلوس، ديك 2500 درهم مخشية في واحد المجر كنت نسيتها فيه. السعدية ما سرقت والو، قتلتها وهي مظلومة. يا لطيف، قتل روح ويتم ولاد فيهم بنت معاقة، وشدت دارو على قبل 2500 درهم، وفي الآخر لقاها في جيبه. الحكم العادل، المحكمة كانت صارمة جدا قدام هذا الاستهتار بالروح البشرية.
الحاج القاتل الرئيسي. الحاج القاتل الرئيسي تحكم ب25 سنة سجنا نافذا. بوشعيب الشريك تحكم ب15 سنة سجنا نافذة. العبرة الخبائث الشراب هو اللي خلى راجل لاباس عليه يقتل على قبل 2500 درهم. كون كان في الوعي ديالو قاع ما يدير هادشي كلشي على هذاك المبلغ تافه بالنسبة ليه. والظلم ظلمات. سعدية ماتت مظلومة، ولكن ربي جاب ليها حقها من بعد 3 سنين بزلة لسان. الله يرحمها ويغفر لها. وكانت هذه هي النهاية ديال هاد القصة المأساوية. نتمنى أنكم تقولوا لي شنو الرأي ديالكم في هاد القصة وفي هاد الشيء اللي وقع، وشنو السبب اللي خلى هاد الشيء كلشي يوقع. واش هو الفقر أولا الشيطان أولا النفس الأمارة بالسوء؟ وكانت هذه هي النهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى قصة أخرى إن شاء الله.